ما بقاش الا جمهور المناسبات يجي يتريق على عمامه. يعني انا عارف دي عقده نقص، انت عمرك ما تعرف تعمل الكلام ده. انت اخرك تعمل البلوبيف اللي انت عاملها دي في الاستاد، تجيب شويه بلوبيف بالبيض وتقعدوا تاكلوهم في الاستاد. وبعدين ده اللي بتاكلوهم اصلا، يعني اللي بيجوا اصلا كلهم على بعض كام؟ 50 60 واحد. بقت شبه جمهور بيراميدز، فاهم؟ بقى بيدفع لكم فلوس عشان تحضروا. اللعيبه بينادوا عليكم عشان ما فيش حد بيروح ولا الاستاد. الاستاد ايه؟ احنا تمامنا على النت، نقعد نروش على النت، نخش نكتب كومنتات في الفيديوهات على النت. لكن اللي انا اروح واعمل دخله زي الناس دي ما تعرفش تماما تسرق لعيبتي. لكن جمهور بعيد عنك قوي، لانك مش هتعرف تشتريه. انا هشتري الناس دي ازاي؟ صعب عليك. لكن اللعيبه الجعانه دي عادي سهله. واللي يقول لك بيروحوا عشان خاطر هم بطولات وبتاع، كان ما كانش وسام مشي وما كانش اللعيبه اللي كانت عندهم دي مشيت عشان خاطر برضو الفلوس. فهي كلها جعانه. فيجي مش عارف بقى خلاص يخش لك منين، فبيخش في دخله تاريخه كله ما يعرفش يعملها. فاهم؟ من اخر العوائق. فاهم؟ لو تفتكروا بتاعت العوائق، مش فاكر اصلا، مش فاكر الدخله اللي كانت دخله تعبانه، العوائق ولا المهالك ولا ما اعرفش ايه، سبقت ايه ولا خرج من ايه على فين، محدش كان فاهم حاجه. ودخلاتهم كلها تعبانه، والنسر اللي كانوا بيعملوه تعبان. كل دخلاتك تعبانه. فانت في ايه بقى تيجي تتريق عليا انا؟ طب احضر الاول يا عم، ما بقولكش قلدني عشان مش هتعرف تقلدني. احضر، روح الاستاد. يعني نفسي اشوفكم في الاستاد كده مالين الدنيا، جمهور المناسبات. جمهور بتاع مناسبات، في ايفنت هنروح. مفيش ايفنت، لا والله يا باشا انا مش فاضلهم. لما افضى اجي لهم والله العظيم بقوا بيفكرونا ده جمهور بيراميدز بقى بيروح شبههم. يعني الناس اللي بيراميدز دي بتدفع لهم وتجي لهم وبتاع، بقى شبه جمهور الاهلي زيهم قدهم.